لما الله وعد داود النبي إن هيجي من نسله ملك عظيم يكون ملك للأبد، الناس وقتها افتكروا إنه بيتكلم على ابنه سليمان الملك، لكن الحقيقة إنه بيتكلم عن ملك تاني خالص. من زمان جدا، من قبل ميلاد المسيح بحوالي 1000 سنة، ربنا وعد داود إن هيجي من نسله ملك عظيم، وقال له في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 7 من آية 12 ل 13: أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، وهو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. الناس وقتها افتكروا إنه بيتكلم على ابنه سليمان الملك، لكن الجزء اللي بيقول إلى الأبد كان غريب، لأن محدش من نسل داود الملك إلى الأبد. وكمل ربنا نفس الوعد بعدين في سفر أرميا وقال: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن البارة، فيملك ملك ويمدح ويجري حقا وعدلا في الأرض، وفي أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل أمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. يعني اللي هيجي ملك من نسل داود، بس مش ملك عادي، ده الرب نفسه بس في الجسد. وهنا الله استخدم داود كرمز للمسيح، فزي ما داود كان راعيا وملكا، هكذا المسيح هو الراعي الحقيقي والملك الأبدي. ولما نقرأ في العهد الجديد في إنجيل معلمنا متى، هنلاقي في أول آية بتأكد إن النبوة اتحققت تماما، وبتقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، متى 1:1. وهنا نلاقي في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأول من آية 32 ل 33 لما الملاك بشر العذراء قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. وهنا الإعلان واضح جدا، المسيح هو الملك اللي اتوعد بداود، بس ملك أبدي مش أرضي، ملك المحبة والخلاص. المسيح ابن داود الغصن البار اللي رجع الحياة، اللي ملكه مش هيخلص، وعد ربنا اتحقق بدقة زي ما قال من زمان.